سلام حبايبي، انا فينيكس جوديز وان شاء الله تكونوا في احسن احوالكم وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. كالعاده جيتكم بوصفه جديده، حاجه جديده. بما انه راه جاي الصيف ونكرهو ونحيرو واش نديرو، فطور ولا عشاء. جيتكم بهذه الفكره رائعه باش تحضريها للاولاد. هذه الفطائر هادو فطائر محشيه للناس اللي ما عندهمش فرن، ما عندهمش كويزينير، غير في المقله ولا في طاجين وراكي طيبتيها. بزاف بنين خفيفه، واحد البنه رائعه، وميم توجد بالخوف، يعني ما فيهاش دلك، ما فيهاش خليها تخمر وخليها تبات وخليها، فهمتوا؟ خدمي من طيبي وكولي. وقبل ما نبداو ما تنساوش اشتركوا في القناه، هي على بالي بلا راح تعجبكم الوصفه راح تعجبكم. هيا اشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه راح نبدا بها هي الحشو، لانه العجينه ما راحش تخمر. الحاجه اللي تشد لي اليد بزاف هي الحشوه، فخاصني نستناها حتى تطيب. في مقلاة راح ندير شويه تاع الزيت، وراح ندير نصف صدر ديك رومي. انا خدمت بالدانت، ديروا الدجاج، ديروا لحم مفروم، اي نوع تاع لحم ديروا. راح نحطها على النار ونقليه شويه. من بعد راح ندير عليه زوج حبات تاع بصل، ولا حبه بصل تكون كبيره مقطعه مكعبات، نقطعوها مكعبات. راح نقليها مع هذاك اللحم شويه برك يذبل باش نضيف عليه الفلفله. خليته ذبل غير شويه وراح نضيف عليه الفلفله، لانه الفلفله شويه كيما البصل، ولا خاصها تطيب شويه. درت الفلفله وباش ما يجينيش ناشف وما تلصقليش درت عليها حبه طماطيش مقطعه مكعبات. وبعد شفت باللي خاصني نزيد حبه واحده اخرى، درت جوج حبات طماطيش. من الافضل انه الطماطم تكون شويه طريه، يعني فيها الماء طايبه. نرجعها على نار هاديه حتى تطيب. خاصني هذوك الخضر يطيبوا تماما، واللحم اكيد راح يطيب. كيطيب هذيك الخضر ويطيب هذاك اللحم وخلاص نتاكد بلي طابت. اخر حاجه نضيفها هي التوابل. عندي فلفل عكري، ملح، شويه تاع راس الحانوت وفلفل اسود وشويه تاع زنجبيل. نحرك ونضيف عليهم حبه دنجل كنت قشرتها وقطعتها وقليتها في شويه تاع زيت. الدنجل طيبته وحده، ما بغيتش نديرها معاهم. طيبته شويه زياده باش ما يبان ليش. احنا في الدار خاصه انا ما نبغيش الكو تاعه، ما نبغيهش، فحتى كي نطيبها هكاك مليح باش نجم ناكله. حركت كل شيء وضفت عليهم. هنا هذه اختياريه، انا كتبقيت لي من وصفه كنت درتها لكم من قبل. هذه كريمه الجبن كنت حضرتها معكم من قبل وحضرتها معكم في عده وصفات. تحكمي غير كاس حليب وديري عليه مغرف تاع نشا ومغرف فرينه وتخليه على النار وتضيفي عليه جبن مبشور وجبن طاري وشويه ملح وفلفل اسود، وتحركيه حتى تثقل وتخليها تبرد. درت على ديك الحشوه وخليتها خليها تبرد ونروح للعجين. عندي كاس تاع حليب دافي، درت نصف ملعقه تاع خميره الخبز، ودرت ملعقه كبيره سكر عادي، والملح حسب الرغبه واختياري. عندي ربع كاس الزيت، وراح نخلط مليح بالفوي ونضيفوا ملعقه كبيره خل. ديروا اي نوع تاع خل، ابيض اسود ازرق اخضر ديروا اي نوع تاع خل. نخلط وبنفس الكاس اللي وزنت به الحليب راح نوزن به الفرينه. راح نبدا ندير بالكاس. درت الكاس الاول نخلط بالفوي ونزيد الكاس الزاوج ونخلط بالفوي. نخدمها مليح بالفوي عاده باش نستخدم اليد. نخلط مليح مليح كما قلت لكم البنات، وراح بعد نبدا نستخدم في اليد. شحال استهلكت لي فرينه؟ استهلكت 4 كيسان بنفس الكاس اللي هذاك اللي وزنت به. استخدمت 4 كيسان. هنا راح نبدا نخدم بيدي. العجينه ما تخلوهاش طريه، ما تطروهاش. العجينه كما قلت لكم البنات ما تخلوهاش طريه، باه من بعد كي ترفدوا الخبزه هذيك ما تطيح لكمش هكا، فهمتوا؟ خلوها شويه يابسه. راح نبدا نلميها مليح. راح نحطها هنا فوق البلان دو طرافاي باش يساعدني، باسكو هاد لا ريسيبيون هادي ما كانتش مساعدتني كاع. راح نضربها شويه بالكف، نعطيها شويه دلك هكا غير باش نلمها برك البنات. راح نحاول اني نعجنها مليح، ندلكها مليح باش نتحصل على عجينه تكون شابه وطريه وزينه وكاع.
المهم طريه ماشي طريه اللي مطلوقه، فهمتوا؟ طريه شاده روحها. هنا راح نخدمها مليح بيديا باسكو غادي نبيزها، راح نشكلها كرات. بالنسبه للكرات راح نديرهم كرات متساويه الحجم، لخاطرش غادي ندير وحده من تحت وحده من الفوق. وانتم تعرفوا العبر تاع الطاجين تاعكم ولا المقله، الا كانت صغيره الكره ما تكبروهاش بزاف، يعني باش تكون حسب الطاجين ولا حسب المقله. انا راح نبدا نبيز في هذوك الكرات، نبيزهم كاع ونغطيهم ببلاستيك وبطرشوله، نخليها تريح واحد شويه، نخلوها تريح الراحه تاع كي نجي نحل تتحل. فهمتوا؟ نص ساعه برك انا خليتها تريح، غير نص ساعه باش من بعد كي نجي نحلها ما تغبنيش، ما نلقاهاش ماهيش مريحه. فهمتوني؟ لا فاصون اللي راح نخدم بها كيما نخدمو مسمن عادي، غادي نحلها بالزيت. فوالا انا درت هنا في البيسينه ودرتها موينه اللي بقاو لي هادو، خليتهم غير هنايا وغطيتهم بالطرشوله. بعد ما يريحوا راح نبدا نخدم. تلقاهم شويه خمروا، انا ما خليتهمش حتى يخمروا. فهمتوا؟ نحكموا بابي كويسون، من الافضل انكم تخدموا بالبابي كويسون. البابي كويسون ندير شويه تاع الزيت ندهن باش كي نجي نحل. فهمتوا علاه مليحه هذه هادو الفطاير عليها ملاح، حاجه ما تتوسخ لك. هنا راح نبدا نحل الزيت باش انه يعاونني باش نحل. في الاول بديت نخدم هنا ما كانتش مريحه مليح، حليتها شويه بالغلو ومن بعد بديت نخدم بيديا. راح نحلها عادي، نكون حليت لا دوزيام. انا كيفاش ندير؟ نحل هذه وراني موجده كاري هذا تاع بابي كويسون في حدايا تما، وحليت الزوجه لا دوزيام زدت حليتها باش غير نحط الحشوه، نحط العجينه الزوجه ونرفدها، ما خليهاش تطول لي، ما خليهاش تريح، لانه كل ما تريح كل ما راهي تزيد تطلق روحها لاباط. شفتوا كيف اكون؟ شوفوا هنا الكوتي هذا اغوش راني حاطه العجينه الدوزيام. هنايا حطيت الحشوه. حبيبي على فكره برك الحشوه اختياريه، تبغوا ديروا. انا هذه دائما نديرها. كي درت هذا الفيديو كنت ديجا خدمتها نهار قبل وخدمتها نهار من بعد. تعجبني نبغي هذا النوع من الفطائر انايا. نهار اللي يكون عندي اللحم ندير اللحم، كي ما يكونش عندي ندير غير شكشوكه تاع فلفله هذيك تاع بكري نورمال، فلفله وبصل وطوماطيش. بصح نقلشها بلي فروماج، نعمرها غايه لاخش ما نحملش انا القوت تاع الشكشوكات هذوك. المهم درت هنايا فرماج قطعته وهذا رابيد، وراح نحط لا دوزيام نحطوها غير بشويه هكا وراح نبدا نغلق فيها. في الغلقه غلقوا مليح، بلعوها غايه، لخاطرش من بعد كي تجيو تقلبوها في الطاجين ولا في المقله راح تتحل. فراكم فاهمين، زيروا يديكم في كي تجيو تبلعوها بهذه الطريقه، ابيي بيان به حاجه ما تتحلش. انا طيبت في الكريبير هذيك المقله تاع لي كريب، كنت غير كي حطيت هذه العجينه الدوزيام شعلت عليها باسكو تسخن بالخف. ومن بعد تفكرت باللي عندي طاجين تاع الحديد، طيبت في الطاجين ما صورته لكمش بصح طيبت في الطاجين. الكو تاع الكريبير وتاع الطاجين ماشي كيف الطاجين طيبها لي مليح باسكو ثقيل، الكريبير خفيفه بالخف تشد فيها النار، صافي خاصك تنقصي النار تنقصي. هنا كنت درت شويه نتاع الزيت، مهم ما تكثرش الزيت في المقله، ديري غير شويه ومن بعد تزيدي. هنا درت الزيت، حطيت هنايا الخبزه فوالا، رميها نورمال ما تخافي ما والو بهذه الطريقه. ومن بعد هكا بداي تحلي فيها شويه باش تحكم لا فورم. ايو هنا ما تحسيش زعما بالحميان ولا، قعدي غير تدوري هكا وتابي ومن بعد قلبيها. المصور اللي كان يصور فيا فاشل. المهم قعدي تقلبي فيها على نار هاديه حتى تطيب، وهي تطيب تقدري تضيفي لها الزيت، انا زدت لها الزيت نبغيها طايبه في الزيت. المهم حتى تطيب على نار هاديه. هذاك الكاس تاع الحليب ولا هذه الكميه تاع الحليب والفرينه اللي خدمت بها خرجت لي ولا 4 خبزات كبار كما كنتم تشوفوا. درتهم للعشاء تعشينا بهم
والله جات بزاف بنينه البنات، فريمون جات بزاف بنينه، خير من تاع لي طيب في الكويزينيه، خير من تاع الفرن. علاه بالخف الطيب ماشي كيما تاع الفرن تقعدي تستني فيها، خير براتيك. ان بليس دي سا الاولاد لي زونفون راهم داو لي فاكونس، هيا خلاص دونك خاصك دائما تقلشيهم، ديرلهم حاجه هكا من داك تفرحيهم. يبغوا يبغوا هاد النوع تاع الاكل، هاد الفاست فود هادو يموتوا عليه. بس كان عندي في الدار راني عارفه، انا عندي اطفال صغار واطفال كبار، الاطفال الكبار اللي عندي يبغوا الفاست فود بزاف. شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله، خفيفه رقيقه، ما كاش عجين بزاف، كاين الحشو بزاف. وحاجه اخرى، كل ما تكثريها لي فرomاج وكاع تجيك بنينه. تقدروا ديروها غير بالشكشوكه نورمال، صافي تاع قليليل تاع الزواوله كيما قال لك. صاي هدرت بزاف، المهم تجي بزاف بنينه. ايوا يلا الفيديو شباب عجبكم؟ لا غصت سهله، ايكونوميك، فاسيل ماسيل. ابوني موا، بارطاجوا لا فيديو، تهلاو في روحكم في والديكم. على بروشين، سلام.